فقدمت خصوصية محلية تجاوزت في تفاصيلها حوض المتوسط. عاقبت عليها عدة حضارات، وكل حضارة أثرت على الموروث الثقافي، يعني كل حضارات، يعني حتى آخر حضارة وهي الحضارة العثمانية. والحمد لله هناك يعني تواجد بعض العائلات التي حافظت على هذا الموروث الثقافي. لكل زي هنا تاريخ وأسطورة. يعني يقال أنه الجيل الجديد لديه عقدة من الملابس الموروثة والملابس التقليدية، يعتبرها متخلفة ولا تواكب العصر. وعلى كل هذا الواقع هو واقع الحال في الجزائر، وإنما في كل الدول العربية كذلك. هل أنت تحبذين أن يتم وضع لمسات عصرية إضافية على الملابس التقليدية تتلائم مع الحياة اليومية أم لا؟ يعني يجب الحفاظ عليها كما هي. فعلا 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 أنا مع أكيد. ما يستورد من ملابس، أي مساحة بقيت اليوم لللباس التقليدي؟ فعلا قلت أنه اللباس التقليدي فعلا أنه متنوع جدا، وقد في وقتنا الحالي طغت المعاصرة وطغت التكنولوجيا على هذا الموروث الثقافي. لها كل المقومات لتنجح سياحيا و بالفعل بلد جميل جدا، وثقافته وموروثه أيضا يعبر عن هذا الجمال. شكرا جزيلا لك.